جربي بقى تعملي احلى صينيه رقاق بالطريقه الخطيره دي، هتقولي في حياتنا ما دقنا صينيه رقاق بالطريقه دي. عايزه اقول لكم عامل زي الفطير كده بالظبط، بجد تحفه. مورق جدا ومن جوه طري ومن بره كده مقرمش وجميل، وبحشوه تحفه جدا. خطيره الحشوه اللي عاملينها النهارده، بجد جميله. جربي بقى الحشوه دي وهتدعيلي. شايفين باظظ خالص. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي. هنبدأ كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول. بس اهم حاجة لو عجبكم الفكرة شجعونا بقى كده بأجمل لايك، وتابعوا معانا الفيديو للاخر لانكم هتستفادوا جدا منه. ولو الرقاق طبعا بينشف معاكي هنا بقى استحالة ينشف معاكي وهينجح معاكي من اول مرة. هنا بقى هنجيب كام قطعة كده من الزبدة. دي الزبدة اللي هي ايه الفرن. هناخد قطعة واحدة بس كده هنسيحها زي ما انتم ما شايفين كده، وبعد كده هننزل بربع كيلو من اللحمة المفرومة. صينية الرقاق بتاخد معاكي ربع كيلو من اللحمة المفرومة بس. زي ما انتم ما شايفين كده هنزل بقى بثلاث حبايات كده من البصل يكونوا مبشورين في الكبة، وهبدأ ان انا اشوحهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يعني بتحطي ربع كيلو من اللحمه قد ربع كيلو من البصل، وبتنزلي بقى ايه كام قرن كده فلفل الوان بقى او فلفل رومي او فلفل حامي زي ما تحبي. هننزل بمعلقه من معجون الصلصه اللي هو صلصه ان هو هاينس دوت، بيدي طعم حلو قوي. ونحط معلقه من البابريكا المدخنه، او ممكن لو ما فيش صلصه ممكن تحطي عصير طماطم. هنا هنبشر بقى كده بلحه من جوز الطيب، وهنحط معلقه من السماق، وهنحط كمان معلقه من الملح، وحطيت مكعب مرق، ونزلت كمان بقى بايه بحبه كده بقى من الروزماري لو عندك بيخلي اللحمه خطيره. حطي معلقه من الفلفل الاسمر. وعشان اللحمه هنا تبقى طريه معاكي حطي لها كوبايه كده بقى من الميه وسيبيها بقى كده على نار هاديه، وانزلي بقى بمعلقه من السكر هتخلي اللحمه كده مسكره كده وجميله معاكي. هنقلبهم وهنسيبها على نار هاديه، وبعد كده هنطفي عليها على طول. مش بتاخد ثواني وتكوني محضراها ومجهزاها. بعد كده هنبدأ بقى ان احنا هنجيب معانا بقى عشان نعمل الرقاق بطريقة حلوة جدا. هنجيب نص كيلو من اللبن، هنحط عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر وكوباية من الشوربة، وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من القشطة، وهنبدأ ان احنا هنسخنهم كده على النار. وبعد كده هبدأ ان انا احط بقى ايه كام قطعة الزبدة اللي احنا كنا مقطعينها مع بعض، وبعد كده هسيحهم على النار. هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنحط فيها الرقاق، هنبدأ بقى ان احنا نحط كده في قاع الصينية شوية سمنة كده بقى حلوين. وبعد كده هنبدأ ان احنا بننزل واحدة واحدة من الرقاق، ونبدأ ان احنا نحطها كده في التشريبة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بعد كده هكون محضرة طبعا السمنة ان احنا سيحناها. هبدأ بقى ان انا كل واحدة فيهم اللي انا بحطها في الصينية هبدأ ان انا بدهنها كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لازم ان احنا ندهن كل طبقة من الرقاق عشان خاطر يورق معانا. طبعا كمان ما تنسيش معلقة الصغيرة من البيكنج باودر عشان خاطر بيخليه يورق كده معاكي وما يبقاش مكتوم. زي ما انتم شايفين كده بالظبط كل واحدة بحطها من الرقاق لازم ان انا ادهنها كده من السمنة. وطبعا كل ما التشريبة بتبرد معايا بسخنها على طول على النار عشان خاطر هو الرقاق لازما يبقى التشريبة تبقى سخنة. وهنا بقى بالنسبة للحمة المفرومة لازما بقى ان احنا طبعا انتوا شايفين ان هي طرية كده وحلوة. طبعا هتلزق بقى في الرقاق. فهتلزق بقى ازاي؟ نبدأ ان احنا بنضغط عليها كده بكف ايدينا عشان خاطر ايه ما تقعش مننا لما نيجي ناكل كده قطعة الرقاق ونقطعها. طبعا وكمان ما تخليش على الطروف يبقى فيه لحمة في النص، بس كده تحطي اللحمة وتضغطي عليها عشان لو حطيتي على الطروف هتقع منها اللحمة. وهنا طبعا حطيت جبنة موتزاريلا اللي هي الحمد بتبقى جميلة. طبعا الجبنه الموتزاريلا الحمد دي جميله وبتعمل مطه حلوه جدا. حطينا كمان كام قطعه من الزيتون. وطبعا في الوصفه هنا لو مش حابه الجبنه الموتزاريلا ممكن تستغني عنها عادي وتعملي نفس الوصفه بالظبط ما عدا الجبنه الموتزاريلا. بس عايزه اقول لكم كانت مديه ميكس حلو قوي وتحفه جدا، وكان الطعم خطير. حطي بقى كده 4 رقاق من تحت، وهنحط كمان 4 رقاق كده برضو من فوق. يعني صينيه الرقاق بتاخد معاكي 8 وحدات من الرقاق زي ما انتم ما شايفين كده. وندهن بقى اخر حاجه كده السمنه. طبعا كل واحده بنحطها بندهن ايه سمنه زي ما انا ما قلت لكم او زبده. وهنا بقى اخر حبه من التشريبه هبدا ان انا اسقيهم بيها كده من على الوش عشان يطرى كده معايا من جوه ويبقى حلو. يعني مش كتير قوي حبه صغيرين. حطي بقى كده معلقه قشطه بقى من على الوش عشان تحمر كده معاكي. وابدأي ان انت بقى قطعيها بالشكل اللي انتوا حابينه، حباها مثلثات حباها مربعات زي ما تحبي. عايزه اقول لكم بجد كانت جميله.
ما عادش منها ولا واحده. طلعيها بقى كده من الفرن وابدأي ان انت غطيها، لو حباها كده طريه من جوه ومن بره كده مقرمشه سنه بسيطه يبقى تغطيها، لو مش حباها ان هي تبقى طريه يبقى سيبيها وما تغطاهاش. عايزه اقول لكم طعمها تحفه جدا. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره شجعونا بقى كده باجمل لايك وكومنت حلو منكم، واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده، وكل حاجه ننزلها توصل لكم على طول. شايفين طعم تحفه جدا. عايزه اقول لكم طعم خطير، فطير كده اكنك بتاكلي فطير بالظبط. بجد تحفه، احلى كمان من الفطير. بجد جميل جدا، هتعمليه وهتجربيه وهيعجبك جدا. استنونا في فيديوهاتنا اللي جايه.